السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في قناة أميرة الأعمال اليدوية. اليوم إن شاء الله غادي نصايبوا مع بعضياتنا واحد يعني نصف طوق نتاع العقيق نتاع جلابة. كما كتشوفوا انا هنايا راني خادمه واحد شويه، خادمه واحد المقدار، يعني مازال ما درتلو لا الفتحه نتاع نصف الطوق لا شي حاجه، راني خادمه هكا. عندي جوج لوان نتاع العقيق يعني المزيان. عندي جوج لوان كما كتشوفوا، هذا اللون هذا، والخيط اللي انا كنسدي به العقيق يعني نتاع يعني العقيق المزيان اللي كنشريوه في الخيط، من هذا الخيط هذا اللي كنخيطو به انا راني دايره على جوج. هو هذا الخيط هذا. دابا انا هنايا كما كتشوفوا راني دايره شكل هكا، على شكل ملي كنشوفوه من البعيد كيبان لك بحال جاي بحال نصف مثلث هكا، نصف مثلث، ولكن ملي كنشوفو من بعد كيجيو بحال هكا موجين. انا كما كتشوفوا فاش بديت البدايه هنا درت عقيقه فضيه ودرت جوج عقيقات من اللون الاخر، درت عقيقه فضيه وجوج عقيقات من الاخر، درت عاوتاني عقيقه اخرى وجوج من اللون الاخر. هاد البدايه بها باش كنبداو على شكل خطوط هكا، يعني كنبقاو نديرو حبه بجوج حبات. هذا هو الحساب اللي كنبقاو ماشيين به. اما الخيوط انا راني دايره واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10، دايره 10 الخيوط، دايره 9 العقيقات باش مسديه 10 الخيوط، ودايره 9 نتاع العقيقات باش كيجينا خيط منا وخيط منا. دابا كما كتشوفوا انا راني وصلت لحد هنا، غادي نجيب عقيقه والابره اللي راني مستعملاها يعني مخدماها، مستعمله عقيقه لا عفوا الابره النمره يعني اللي كندخلوا بها العقيق نتاع الجوهر. كما عودتكم انا دائما كنخدم بها، ندخل عقيقه وندخل جوج عقيقات من اللون الاخر، يعني مساله حساب، ماشي يشوف الواحد الحاجه يقول لا انا شحال مره كنتحدى الناس ديالي انني شي زواقه هكا كنشوفها وكتعجبني كنقول من لابد انني نخدمها. يعني كندخلوا في تحدي غير مع نفسنا، كنبقاو نديرو، بعض المرات كنغلطوا، بعض المرات يعني خصنا نجربوا راسنا، ماشي نشوفوا الحاجه نقولوا لا راها صعيبه، خصنا نجربوها في الحقيقه. انا كما كتشوفوا هكا راني زدت حبه محيدها. طريقه باش انايا ملي كنزيد شي حبه كيفاش كنزود بلا ما كنسلك الابره، كنشدها هكا فوق الصبع ديالي وكنخشي الابره ونجبد، يعني بكل سهوله كنرجعها لبلاصتها. كما كتشوفوا انا هنا ملي كنخشي الابره كنتاكد من جميع الخيوط انهم يبقاو تحت من الابره. الا طلع لينا شي خيط فوق من الابره صدقوني راه مني غادي نساليو الخدمه هذه هي اللي خصنا نتاكدوا منها. ومنين نساليو، واحد السيده سولات قالت لك راه كيجيها العقيق باين، خصنا كي نساليو نبقاو نجبدو هكا بالصبع ديالنا هكا بحال اللي كنسديو على شكل اننا كنسديو. شتي هاد الخدمه راه بحال اللي كنسديو زربيه بحال هاد الشكل هذا. كنبقاو هكا نديرو عقيقه بحال دابا انا عندي هنايا وحده من هذا اللون وحده من هذا اللون. دابا غادي ندير جوج من نفس اللون وندير وحده. يعني كنتمنى ان شاء الله يكون العقيق باين لكم. تبعوا غير الحساب، يعني الحساب اللي انا دايره هنايا، وتبعوا منين نوصلوا هنايا للجانب. كما كتشوفوا انايا هنا
بعد ما وصلت هنايا حصلت على شكل هكا نصف مثلث، كنرجع عاوتاني كنبدا من هذا الجانب هذا لهاد الجهه عاوتاني بنفس الشيء. كنتمنى ان شاء الله جميع السيدات اللي كيتابعوني يجيهم هذا الشرح بسيط. وبالنسبه للمبتدئات هاد الزواقه راها سهله وبسيطه، يعني ما فيهاش شي تعقيدات بزاف، يعني راها سهله حتى بالنسبه للمبتدئات. هكا الحاجه الوحيده اللي نتاكدوا منها ان الابره منين نخشيوها تكون طالعه من فوق الخيوط كاملين. هاد الابره راه كتدخل في جميع الانواع نتاع العقيق، يعني ما كاينش شي عقيق اللي ما كتدخلش فيه، هي راه رقيقه. هي التعمار نتاع الخيط شويه كيجي صعيب فيها، ولكن غير يعني بشويه بشويه كما كنقولوا نساليو الخدمه ديالنا ان شاء الله وتجي متقونه. انا هنا كما كتشوفوا وصلت درت 3 العقيقات، 1 2 3 من نفس اللون. دابا العقيقه اللي غنزيدها هنا في البدايه غادي نزيدها من اللون الفضي، ماشي الفضي عفوا، من اللون ذهبي، ماشي الفضي، هذا اللون هذا ذهبي. وندير 2 عقيقات من اللون الاخر، ندير عقيقه واحده من اللون الاخر، ندير 2 عقيقات هكا. نستمر بنفس الطريقه، منين نشوف راسي خاصني شي عقيقه او 2 عقيقات ما كاين حتى مشكل نهزهم ونزيد ندخلهم في الخيط هكا كما كتشوفوا هكا. يعني حيت عندي الابره قصيره ما كتسيرش ليا يعني الخيط من القنت للقنت، من لابد انني كنبدا الخدمه ونخرج الابره في الوسط وعاد نكمل. كتشوفوا العقيقات، ندير العقيقه ذهبيه، ندير 2 عقيقات اخرين هكا. العقيق حيت العوينه ديالو صغيره ما يبانناش دغيا دغيا هكا. هكا دائما الصبع ديالنا نخدموه من تحت في العقيق باش كندفعوا العقيق يخرج، باش منين نضربوا الابره يجي الخيط مطارس، يعني الخدمه تجي عقيقه حدا عقيقه ما يجيوش تفاوتات فيها. انا كما كتشوفوا هذا الزواقه هذه هي اللي درتها معكم، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تشاركوا في القناه. واللي كيشارك اول مره في القناه كنشكروا بزاف بزاف، وكنقول لهم شاركوا معايا في القناه ودعموني وتفرجوا الفيديوهات وضغطوا على الجرس كي يصلكم الجديد ان شاء الله.